انا شفت السفر بيتغير من جيل لجيل، مش في شركات الطيران ولا عدد التأشيرات. شفته في عيون بتودع وقلوب بتستنى وشنط بتتشال. جيل جدي السفر كان رحلة طويلة يمكن من غير رجعة، يودعوا بعض على باب البلد والخطاب يوصل بعد شهور. كان السفر مغامرة وخوف واشتياق في نفس الوقت، وكانوا بيستنوا اي خبر حتى لو ورقة مكتوب فيها انا بخير. جيل ابويا السفر كان امل، يسافروا علشان يبنوا بيت ويأمنوا المستقبل. المكالمات كانت غالية، يختاروا كلامهم بعناية علشان الدقيقة كانت بفلوس. كانوا يعيشوا سنين بعيد ويرجعوا يحكوا حكايات كأنهم عاشوا حياة تانية. وجيلنا السفر بقى اختيار، نسافر، ندرس، نتفسح، نشتغل أو نهرب من زحمة اليوم، نكلم أهلنا فيديو كل يوم ونبعت صور لأي مكان نوصل قبل حتى ما ننزل الشنطة. بقينا ندور في السفر على نفسنا مش بس على لقمة العيش. أنا شفت جدي بيسافر علشان يفتح طريق، وشفت أبويا بيسافر علشان يحقق أمان، وشايف جيلي بيسافر علشان يلاقي نفسه. وفهمت ان السفر عمره ما كان بس تذكرة وشنطة. السفر هو الرحلة اللي بنرجع منها مختلفين، رحلة تسيب جوانا حكايات وتعلمنا نشوف دنيتنا بعيون جديدة، وفي الاخر نكتشف ان كل حكاية سفر هي فصل جديد من الحكاية اللي اتربينا بين سطورها.